في موريتانيا نعتقد جازمين بأن أغلب التصدعات والتشققات أو الأزمات الأمنية التي يمكن أن يشهدها بلد ما تكون في غالبها سوء تدبير أو تسيير لهذا التنوع أو لهذا التماسك الاجتماعي، أو إفراط أو تفريط في الوحدة الوطنية لبلد ما. قد تتداخل عوامل خارجية من أجل تعظيم ذلك، ولكن الأساس والمنطلق الأساسي هو أن عملية تحصين الوحدة والتماسك الاجتماعي يجب أن تكون الأولوية الأولى. لا يتم ذلك مطلقا إلا عن طريق الاحتفاء بتنوعنا وتزمين ذلك التنوع في يومياتنا وفي تشريعاتنا وفي آليات تعاطينا على المستوى الوطني. هذه رؤيتنا الوطنية التي جسدتها رؤية صاحب الفخامة رئيس الجمهورية في برامجه، والتي أثمرت انفتاحا داخليا سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الثقافي، وانفتاحا خارجيا في محيط مضطرب. لذلك على المستوى المحلي تم استحداث يوم وطني للتنوع الثقافي، تم توطيد وترفيع اللغات الوطنية المحلية، وتم ترفيع التراث المحلي المحتفي بهذا التنوع على مستوى اليونسكو، سواء فيما يرتبط باعتبار التراث العالمي للمحورة أو ملحمة صنباغالاجو أو الاعتراف بالسورنكية أو تخصيصها يوم عالمي بالنسبة لليونسكو. وهذا في النهاية هو اعتراف وتثمين بتنوعنا وحفاظ على قيم التماسك والوحدة الوطنية التي تشكل الضامن الأول لاستقرارنا ولأمننا. ولذلك من الملاحظ بكل أسف بأن كل هذه الأزمات التي تلحظ هنا أو هنا مردها في الغالب إلى إساءة تدبير أو عدم إيلاء اهتمام لمتطلبات هذا التماسك أو الاعتراف به. ولقد أولت الجمهورية الإسلامية الموريتانية تحت قيادة فخامة الرئيس محمد الشيخ القزواني عناية خاصة للثقافة باعتبارها دعامة للهوية الوطنية، وبادرت إلى جعل التنوع الثقافي مصدر غنى وقوة، وأعلنا يوما وطنيا للتنوع يحتفل به في كل فاتح من مارس ليكون مناسبة لترسيخ قيم الاعتراف والاحترام المتبادل بين مكونات مجتمعنا. إن الثقافة في جوهرها ليست مجرد رصيد من التقاليد والفنون، بل هي لغة كونية قادرة على مد الجسور بين الشعوب وتجاوز حواجز العرق واللغة. فهي المدرسة الأولى للتسامح والمرآة التي تعكس تنوع التجارب الإنسانية، والوسيلة الأنجع لترسيخ قيم الاحترام المتبادل وإشاعة روح السلم والوئام. ومن خلال الثقافة يستطيع العالم أن يجد أرضية مشتركة للحوار، وأن يجعل من الاختلاف مصدر إثراء لا سبب نزاع، وهو ما تحتاجه الإنسانية اليوم أكثر من أي وقت مضى. أريد أن أختتم بأن لنا تجربة في موريتانيا
لمواجهة التطرف والعنف وخطابات الكراهية. قبل 10 سنوات لم يكن التركيز فيها على الآلة الحربية فحسب، وإنما إلى ذلك ضمن استراتيجية ومقاربة واسعة استخدمت فيها الثقافة لإشاعة القيم السلام ولمحاربة خطابات الكراهية والعنف التي تنشأ في الأذهان قبل أن تنتقل إلى الميدان أعمالا إجرامية. ولذلك أزمرت هذه الاستراتيجية التي بات يحتريها كثير من الدول القضاء على مختلف عمليات التطرف والإرهاب التي حدثت 2010-2011. استخدمت فيها الثقافة لإشاعة القيم السلام ولمحاربة خطابات الكراهية والعنف التي تنشأ في الأذهان قبل أن تنتقل إلى الميدان أعمالا إجرامية. ولذلك أزمرت هذه الاستراتيجية التي بات يحتريها كثير من الدول القضاء على مختلف عمليات التطرف والإرهاب التي حدثت 2010-2011 وتجهيز المنابع الفكرية التي من شأنها تشجيع الفكر المتطرف. لذلك أختتم بأن رؤيتنا قائمة في موريتانيا على أن الثقافة تضطرح بدور كبير في إقامة وإشاعة قيم الأمن والسلام، إن على المستوى الداخلي بين مكونات شعبنا أو على المستوى الخارجي في علاقاتنا وعلاقاتنا مع شركائنا. وأن من أهم القضايا الإيمان بأننا هبة لهذا التنوع. un don de la diversité. Nous sommes un don de la diversité. وأن كوننا هبة تماما كما نقول مصر هبة النيل، فالبلدان في غالبها الآن هي هبة لتنوعها، يجب أن تحتفي به، أن نحتفي بهذا التنوع، أن نحترمه وأن نثمنه. وأختتم أنه في عالمنا اليوم الذي يواجه تحديات كبيرة تهز الضمير الإنساني وتجعل الكثير من المثقفين والعاملين في الحقل الثقافي يعتذرون لطلابهم عن المبادئ الجميلة التي يدرسونها والقيم والمثل التي يقدمونها نظرا لانسلاخ الواقع من متطلبات المبادئ التي درسوها، وهو ما يستنهض الضمير الإنساني العالمي، سيما ما يتعرض له الآن الشعب الفلسطيني في غزة من حصار وتجويع وتدمير وتقتيل يرقى إلى مستوى جريمة الإبادة. هذه المسات التي تهز الوجدان الإنساني تشكك في قيم المثل والمبادئ لأنها قتل للإنسان وقتل للثقافة وقتل للإنسان في الإنسان. أجدد لكم الشكر. السلام عليكم.